مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار النادي الاهلي اليوميه من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. نادي المصري البورسعيدي يعلن رسميا ضم مصطفى العش على سبيل الاعاره لمده موسم ونصف من الاهلي. ومصدر بنادي المصري يؤكد بانه لا يوجد اي صفقات تبادليه مع الاهلي حتى الان، وانهم حصلوا على خدمات مصطفى العش على سبيل الاعاره فقط. ويؤكد بان كل ما قيل في الساعات الماضيه حصولهم على خدمات مصطفى العش من الاهلي مقابل التخلي عن خدمات احمد عيد لا اساس له من الصحه، وعباره عن اجتهادات صحفيه. رغم نفي اداره نادي المصري البورسعيدي الحصول على خدمات مصطفى العش مقابل التخلي عن خدمات احمد عيد للاهلي خلال فتره الانتقالات الحاليه، بعض المصادر المؤكده بتؤكد بان نادي المصري البورسعيدي حصل على خدمات مصطفى العش مقابل التخلي عن خدمات احمد عيد للاهلي. نادي اويوبيتش المجري يدخل في جولة مفاوضات قوية مع الأهلي من أجل الحصول على خدمات جراديشار المهاجم السلوفيني خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعدما أنهى إدارة النادي المجري كل اتفاقياتهم مع جراديشار بشأن الأمور المالية والتعاقدية، وحصلوا على موافقة اللاعب باللعب والانضمام لهم. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن إدارة النادي تسعى بكل قوة من أجل حسم كل الأمور خلال الساعات القادمة حتى يتيح مكان بقائمة الأجانب بالفريق، وذلك لرغبة الأهلي القوية بضم مهاجم أجنبي آخر وكيده بقائمة الفريق من أجل تلبي رغبة ياس تورب. ويؤكد بأن كل ما قيل في الساعات الماضية بشأن تراجع الأهلي عن التخلي عن خدمات جراديشار في الوقت الحالي بعد تألقه مع الفريق في بطولة كأس الرابطة لا أساس له من الصحة، خاصة وأن ياس تورب أكد لمسؤول الأهلي بعدم احتياجه لخدمات اللاعب لرغبته القوية بضم مهاجم أجنبي آخر خلال فترة الانتقالات الحالية. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع محمد مخلوف لاعب وسط المصري البورسعيدي بسبب تحفظ البعض عن إمكانيات اللاعب. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن مسؤول النادي قرروا الاكتفاء على العناصر المتواجدة حاليا بخط وسط الفريق وعدم ضم أي لاعب وسط آخر في الوقت الحالي، خاصة وأن يسترب لم يطالب مسؤول الأهلي بضم لاعب وسط لرغبته القوية بالتجديد لأليو ديانج والإبقاء عليه مع الفريق خلال المرحلة القادمة. وفيما يخص محمد مخلوف لاعب وسط المصري فاللاعب أصبح خارج حسابات الأهلي بشكل كبير في الوقت الحالي نظرا لتواجد عدة عناصر في مركزه أمثال مروان عطية وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور مع الأهلي. مصدر يؤكد بأن هناك اتفاق مبدئي بين الأهلي وبتروجيت لضم ياد رياض بمقابل مالي وبدون إبرام صفقات تبادلية بين الناديين. ويؤكد بأن حسم صفقة ياد رياض للأهلي متوقفة على عودة الكابتن سيد عبد الحفيظ من الخارج لحسم كل الأمور مع إدارة نادي بتروجيت خلال الأيام القادمة. الأهلي ينفي كل ما قيل في الساعات الماضية بشأن تقديم عروض رسمية لنادي أربيل العراقي من أجل الحصول على خدمات مصطفى قبيل خلال فترة الانتقالات الحالية. ويؤكد بأن كان هناك بعض الاستفسارات فقط من جانب مسؤول الأهلي مع بعض وكلاء اللاعبين للاستفسار عن إمكانية ضم اللاعب للأهلي، والنادي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مثلما يقال، لكن اللاعب اسمه مقترح بقوة داخل الأهلي لضم لاعب أجنبي تحت السن خلال فترة الانتقالات الحالية. مصدر يؤكد بأن يوسف بالعمري يصل إلى القاهرة يوم الأربعاء القادم من أجل خضوع الفحوصات الطبية تمهيدا للتوقيع بشكل رسمي مع الأهلي، وذلك بعدما أنهى مسؤول الأهلي كل الاتفاقيات مع إدارة نادي الرجاء المغربي وتفعيل كل الاتفاقيات المسبقة بينهم من أجل الحصول على خدماته. ومصدر بالأهلي ينفي كل ما تم تداوله مؤخرا بشأن تراجع الأهلي عن الصفقة لرغبة يسترب القوية بضم مدافع أجنبي بجانب صفقة المهاجم الأجنبي الذي يرغب بضمه للفريق. ويؤكد بأن مسؤول الأهلي أنهوا كل اتفاقياتهم مع إدارة نادي الرجاء المغربي واللاعب في انتظار وصوله للقاهرة يوم الأربعاء القادم من أجل خضوعه للفحوصات الطبية تمهيدا للإعلان بشكل رسمي عن الصفقة. تريزيجيه يعتذر للجميع بناء عن زمايله بالمنتخب عن عدم التأهل للمباراة النهائية. ويؤكد بأن الجميع بذل أقصى جهد في لقاء السنغال وكنا نخوض المباراة وكان لدينا رغبة بتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، ولكن هذا هي كرة القدم. فالجميع بالمنتخب كان هدفه واضح من بداية البطولة وهو تحقيق اللقب وليس الوصول إلى مراكز مشرفة بالبطولة. والجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة حسام حسن أدى دوره على أكمل وجه، والجميع كان يعمل من أجل مصلحة منتخبنا الوطني، وبذلنا أقصى جهدنا في المباريات السابقة ولكن لم يحالفنا التوفيق في مباراة السنغال. وفيما
يخص مواجهة نيجيريا فيؤكد بأن المنتخب النيجيري فريق قوي ويضم لاعبين كبار، لكن جاهزين لمواجهة المنتخب النيجيري ومستعدين للفوز باللقاء من أجل الخروج ببصمة مشرفة من البطولة. ويتوجه بالشكر للجميع داخل منتخب مصر سواء جهاز طبي وإداري وعمال المهامات على عملهم بكل جدية طوال الفترة السابقة، فكلهم بذلوا مجهودات كبيرة من أجل توفير لنا كل سبل الراحة. واللاعبين أيضا بذلوا أقصى جهدهم من بداية المعسكر، وكان هدفنا واحد وهو الفوز باللقب، وأشكرهم على مجهودهم طوال البطولة. وإن شاء الله سنخوض مواجهة نيجيريا بكل جدية من أجل تحقيق الفوز في مواجهة الغد. حسام حسن مدرب منتخبنا الوطني يؤكد بأن مصر تمتلك رصيد كبير من التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 7 ألقاب، ويؤكد بأن المنتخب سيعمل بكل جدية من أجل تحقيق اللقب الثامن خلال السنوات المقبلة. فمصر تمتلك مواهب كروية كبيرة، ولكن الاحتراف أفضل، وأتمنى زيادة عدد المحترفين خلال الفترة القادمة، ونعتاد دائما على اللعب تحت ضغوطات كبيرة، وهدفنا الفوز في كل مباراة، وسنخوض مواجهة نيجيريا من أجل تحقيق الفوز فقط، وسنبدأ التجهيز من الآن لبطولة كأس العالم 2026. وعانينا من الإجهاد والإصابات في مباراة السنغال الماضية بسبب غياب محمد حمدي وإصابة أحمد فتوح وتغيير بين الشوطين. ويؤكد أيضا عن رضاه الكامل عن أداء اللاعبين في البطولة، ويرفض عدم توجيه اللوم عن أداء بعض اللاعبين في المنتخب، فالجميع بذل أقصى جهد من أجل تقديم أفضل شكل مع المنتخب، ولكن لم يحالفنا التوفيق في مباراة السنغال الماضية، وحزين للغاية بسبب عدم الوصول للمباراة النهائية. وسعيد أيضا برد فعل الجماهير على مجهودات منتخب مصر بالبطولة. وفيما يخص مواجهة نيجيريا فيؤكد بأن المباراة ستكون قوية للغاية، وسنواجه فريق مرشح للقب مثلنا ونلعب من أجل الفوز فقط. ويرفض الرد على أحد الصحفيين بعدما سألوا عن تعليق فشله على شماعات أخرى بعد الخسارة أمام السنغال. الأهلي ينفي مجددا كل ما قيل في الساعات الماضية بشأن دخول النادي في مفاوضات قوية مع محمود بن تايج لاعب الزمالك من أجل الحصول على خدماته. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن النادي لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب مثلما يقال، واللاعب خارج كل الحسابات بعدما تعاقد الأهلي مع يوسف بالعمري ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي، خاصة وأن أولويات النادي حاليا التعاقد مع مهاجم أجنبي من أجل تلبي رغبة يسترب، ولم يتجه نحو التحرك لضم بن تايج لاعب الزمالك، خاصة وأن هناك أزمة بشأن عدد الأجانب المتواجد حاليا بالفريق. الكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي غادر إلى أحد الدول الأوروبية خلال الساعات الماضية من أجل حسم صفقة المهاجم الأجنبي للفريق وسط حالة من السرية التامة على الصفقة. ومصدر يؤكد بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ يتفاوض في سرية تامة مع أحد الأندية الأوروبية من أجل حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي بناء على رغبة يسترب المدير الفني للأهلي. يسترب يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة 48 ساعة بعد الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش في بطولة كأس الرابطة، وذلك على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد القادم استعدادات لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدور الأبطال. شكوك كبيرة حول لحاق أشرف بن شرقي بمواجهة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدور الأبطال، واللاعب سيخضع لاختبار طب أخير يوم الأحد القادم لتحديد إمكانية انتظامه في التدريبات الجماعية، وأيضا تحديد موقفه من مواجهة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن أخبار الأهلي.